يعطيكم العافية. وصفتنا لليوم وصفة من أطيب وأزكى الوصفات الشتوية بامتياز. وصفتنا لليوم الكيكة المالحة بالجبنة البيضاء والزعتر الأخضر بطريقة أبسط من البساطة. وإذا كنتوا لأول مرة بتشوفوا فيديوهاتي بتمنى تعملوا لي متابعة وتدعموني بلايكات وتعليقات لأنها مهمة جدا لرفع الصفحة. وإذا حبيت الوصفة بتقدري تعملي لها مشاركة صفحتك عشان تستفيدي منها وتجربيها. أنا متأكدة إنها راح تعجبكم. مع كاسة شاي وشوية زيتون من اللي أنا عملته بالبيت طلعت النتيجة أكثر من رائعة والهشة وطرية. وبس بالخلاط، ما استخدمت مضرب كهربائي ولا خفاقة كهربائية، بس حطيت البيض الخلاط العادي. طلعت النتيجة معي هشة ورائعة وبتجنن. لايك وشير ونحكي بسم الله ونبدأ. في البداية بدي أجهز المواد الجافة. بدي كاستين ونص طحين، حجم الكاسة 250 ملي، ولازم أنخل الطحين. أنا نخلت الطحين هيك صار الطحين عندي جاهز. راح أحط معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة كربونة، ومعلقة صغيرة بنحطهم، ومعلقة كبيرة حبة البركة، معلقتين كبار سمسم محمص. بالنسبة للزعتر عندي زعتر أخضر جبته غسلته منيح ونضفته وقطعت بس أخذت الأوراق منه وشلت الأغصان وخليته ناشف. لازم يكون ناشف تماما قبل ما أحطه على الطحين. حطيته على الطحين وخلطته. هلا بالنسبة للبيض بدي 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. حطيتهم شاف الخلاط وعليهم معلقة خل وخفقته ب3 دقايق. هلا الزيت 3/4 الكاسة زيت زيتون خلطتها مع زيت نباتي. وبدي كاسة حليب سائل يكون بارد. هلا راح أحطهم بالخفاقة هيك مدة دقيقة. وطبعا حطيت عليهم معلقتين لبن زبادي. هيك صارت المواد السائلة جاهزة. بحط المواد السائلة على الجافة وبخفقها باتجاه واحد. وهلا بدي أحكي لكم عن البيض. لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ عشان الكيكة تنفخ معي وتعطيني القوام اللي أنا استخدمته. هلا بالنسبة للجبنة البيضاء أنا استخدمت الجبنة النابلسية، نقعتها قبل بليلة عشان أتخلص من الملح. أخذت كاسة نصها قطعتها سلايدات رفيعة ونصها مكعبات. هلا السلايدات الرفيعة راح أحطها مع العجينة. راح أحط معلقتين كبار شرائح زيتون أسود، هي اختياري بس بتعطي نكهة طيبة. وأخلط العجينة. هيك صارت العجينة جاهزة معي. هلا راح أدهن قالب الكيك بطحينية مخلوطة بشوية زبدة. دهنتها كويس عشان ما تلزش معي. نزلت كل خليط العجينة وقوامها زي قوام الكيك. راح أوزع باقي الجبنة اللي على شكل مكعبات على الوجه، وأوزع ورق من الزعتر الأخضر وشوية من الزيتون الأسود. بالنسبة للخبز راح أحمي فرن مسبقا على درجة حرارة 180. بحطها بالرف من تحت لحد ما تستوي. بحمر وجهها. أخذت معي نص ساعة وكل واحد حسب فرنه. هلا بعد ما استوت طلعت بهي النتيجة. هيك راح أقلبها وهي سخنة. طلع منظرها بشهي وريحتها بتجنن، هشة وطرية ما شاء الله. هي النتيجة النهائية لها. وهلا راح أقطع معكم قطعة وأفرجيكم كيف قد إيه هشة وطرية من جوا. وسر إنها طلعت معي هشة وطرية. البيض كان بدرجة حرارة المطبخ وبس استخدمت الخلاط. هي النتيجة النهائية للكيكة المالحة بالجبنة والزعتر الأخضر. تقدروا تقدموها على الفطور أو على العشاء مع كاسة شاي وشوية مخلل أو زيتون من الزيتون اللي بتعملوه بالبيت. بتطلع النتيجة معكم أكثر من رائعة. لا تنسوا تدعموني بلايكات وتعليقات وتعملوا مشاركة للوصفة على صفحتك عشان تستفيدي منها. ويعطيكم العافية وشكرا لكم.